هنشوف البداية محمد عواد في المرمى، وهنشوف مين من اللاعبين اللي هيسدد الركلة الأولى للمنتخب العماني. هنشوف المقبالي ولا مين؟ مقبالي اللاعب رقم 9 عبد العزيز المقبالي صاحب ركلة الجزاء في المباراة. الآن يبدأ ركلات الترجيح، بيقول له هتتحرك عرضي فقط ما تتقدمش. والمقبالي بالقدم اليسرى، هنشوف ذات الطريقة ولا ايه، وربنا يوفق عواد. المقبالي ذات التصميم، انما عواد راح ناحية اليمين والكرة ناحية الشمال. لاعب مهاري قوي المقبالي، لاعب مهاري قوي قوي قوي، حط الكرة يعني اتقان ودقة غير عادي، اتقان ودقة غير عادي، تجاور او تلمس. شوف 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 بيثبت رجله كده قبل التصويب اهو، حتى هو فرحان بنفسه، معاه حق معاه حق. الراجل اداله احساس انه باصص ناحيه اليمين وراح مسدد الكره اهو وراح مسددها ناحيه الشمال. والفرحه والتشجيع للمقبالي بركله اولى. في المقابل منتخبنا الوطني داخل باولو، اول ركله حسام باولو. حسام سلامه يا راجل، عايز اقول ما ينفعش لاعب نازل قبل دقيقتين يفتتح هو التصويب. يعني لاعب نازل قبل دقيقتين من بدايه المباراه، ما سخنش، ما عرقش، ما خدش حساسيه ولا يعني المباراه، جو المباراه ما خدوش، هو لعب الكوره على طول تصدى ليها الحارس فايز الرشيد. دايما اول ركله ليها حسابات يا جماعه. اول ركله عندك مؤمن سليمان، عندك مؤمن زكريا، عندك نور السيد، عندك توفيق، عندك احمد الشيخ. اي من هؤلاء يستطيع ان يبدا ويبقى حسام للركله الرابعه الخامسه اذا احتجت له. يعني هو طبعا لعيب بيسدد ركلات ترجيح مفيش كلام، ومميز فيها مفيش كلام مع فريق سموحه وقبل كده داخليه، لكن انا بتكلم على اول ركله في مباراه هو نازلها قبل دقيقتين من النهايه. الفرسي يلا يا عواد، انما عواد راح زاويه والفرسي جاب الكوره الثانيه. 2 سلطنة عمان لا شيء منتخب مصر العسكري. ادي الفرسي برضو نفس الحكايه اهو، شوف شوف يثبت كورته، يتحرك في زاويه عواد والكره تسكن الزاويه الثانيه اهو، بياخد اللقطه حقه وبيقول للجمهور يلا حيوني. احمد الشيخ احمد الشيخ الركله الثانيه لمصر، بياخد الاشاره، يتقدم الشيخ. يا ولد يا ولد، عشان كده قلت لازم كانت الركله الاولى، لازم كان احمد الشيخ يبقى الركله. شوف عملها بمهاره وايه وروقان، روقان ملهاش تعبير تاني. شوفوا يا سلام يا واد يا تقيل فعلا والله تتقال عليك كده. شوفوا الراجل داخل بياخد الكره وكانه يعني بيلعب تشيب باس كده عادي، يعني في المباراه مش في. يا سلام يا سلام، حط الراجل في زاويه، حط الكره على طول في نص الجول. حلوه قوي 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 احمد الشيخ. احمد الشيخ يبقى 2-1. الركله الثالثه يلا يا عواد، الركله الثالثه سعد سهيل. ممكن يا عواد ان شاء الله اهو، نفس الحكايه، بيقف اللعيب ياخد كره وعواد رايح معاها صح المره دي، انما الكره بتعدي وتسكن. قويه 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 سعد سهيل، قويه تصويبها قويه، ما يعني ما عملش اهو، رايح بيقول له يلا يا فايز. انما احنا هنشوف الركله الثالثه عندنا مين، لازم نصد واحده او حد يضيع واحده على الا يضيع اي من لاعبينا. ادي سعد سهيل عندهم ثقه وكانهم يعني متخصصين في ركلات الترجيح. الثلاث ركلات ملعوبين حلوه قوي. احمد سامي بالتوفيق لاحمد صاحب الهدف الثاني. احمد اها الرشيدي يصد ويقول لجمهوره افرح. يبقى احمد سامي يهدر الركله الثانيه
ويقترب المنتخب العسكري العماني من الصعود للمباراة النهائية بفضل توفيق لاعبيه وحارس مرماه، لاعبيه في التصويب وحارس مرماه في التصدي. هذه على طول ملعوبة ضعيفة وفي الزاوية رايح في متناوله، مش لو عالية شوية ممكن، إنما هارد لك لأحمد سامي، مفيش مشكلة خالص. رياضة فوز وخسارة وجهي العملة اللي لابد يقبل بيهم الجميع. تلعب صاحب الأرض والضيافة، مباراة كانت كبيرة. 2-2 ركلات الترجيح، الركلة الرابعة وسهل جدا جدا. اليحمدي بيسجل بسهولة، اليحمدي جميل، اليحمدي بيصوب تصويبة جميلة فعلا. خلاص الفرحة انتهت، المباراة انتهت طبعا. مبروك لسلطنة عمان، مبروك لسلطنة عمان التأهل للمباراة النهائية لكأس العالم العسكرية. حظ أوفر لمنتخبنا الوطني في قادم المحاولات، وإن كان هيلعب مباراة المركزين الثالث والرابع.